تعال أعرفكم على الجيزة. الجيزة وأهراماتها. الجيزة وحكاياتها. محافظة كانت عاصمة مصر في عهد الفراعنة، فيها أول هرم وأول بناء حجري في العالم. أيوة، موجود في سقارة، وأقدم حديقة حيوانات في أفريقيا كلها. Giza, home to the world's most iconic monument. والنهاردة جايين نتعرف عليها ونكتشفها. لو أي شخص عادي شاف الأهرامات استحالة يصدق إنها اتبنت من بشر عاديين. المكان ده مليان أسئلة كتير، زي مثلا وش مين اللي على تمثال أبو الهول؟ أو مين اللي بنى الأهرامات والغرض منها إيه؟ الأهرامات اللي خلت المصريين يعرفوا الفن وعلم الفلك. بس قبل ما نزور الأهرامات التلاتة وأبو الهول، خلينا نبدأ بأول هرم اتبنى في العالم. اللي ورايا ده هو أول بناء حجري في العالم، وهو هرم زوسر المدرج الموجود في منطقة سقارة الأثرية. منطقة سقارة اللي مليانة بآثار كتير لسه ما اتكشفتش، اللي من فترة قريبة حصل فيها اكتشاف أثري ضخم جدا. نعلن للكشف عن أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة. لقينا الأدوات اللي استخدمها المصري القديم في فتح الجسد عشان يطلع معدة وأمعاء وكبد ورئتين. لقينا بعض من الأواني الكانوبية اللي كانت بتسمى أواني حفظ الأحشاء. لكن احنا جايين بالتحديد عشان نشوف هرم الملك زوسر المدرج، أول هرم اتبنى في العالم. بناه العبقري إمحوتب، أول إنسان في التاريخ يعمل عمود وسقف وبناء من الحجر. وقبل الهرم في سور خارجي عظيم مكون من 14 بوابة، منهم 13 بوابة رمزية وبوابة واحدة بس اللي بتدخلنا على الهرم، ومكون من 6 مساطب بارتفاع 62 متر. والهرم مكون من جزئين، جزء فوق الهضبة وجزء تحت الأرض، والجزء اللي فوق يعتبر هو الغطاء بتاع الجزء اللي تحت، اللي هو يعتبر الهرم الحقيقي، الممتد بطول 55 متر تحت سطح الأرض، وموجود تحت الأرض أنفاق بطول 6 كيلو متر. واتعمل غرفة للدفن واتحط فيها تابوت مكون من 32 قطعة من الجرانيت الأسواني بوزن 175 طن، وكل ده اتعمل من 4700 سنة. متخيلين التطور اللي كان واصل له المصري القديم؟ أهلا بيكم في الجيزة، أرض الأهرامات وأبو الهول. وبعد 100 سنة من بناء هرم زوسر ابتدى يتبني واحد من أعظم الآثار في التاريخ، وهو هرم الملك خوفو، صاحب أكبر مقبرة في تاريخ البشرية، العجيبة الوحيدة من عجائب العالم القديم اللي لسه صامدة لحد النهاردة. والأهرامات في الأساس اتبنت عشان تكون مقابر للملوك أصحاب الهرم، واللي بيأكد إن الأهرامات دي مبنية على إيد بشر إن بجوار منطقة أهرامات الجيزة اكتشفوا مقابر للعمال اللي شاركوا في بناء الأهرامات. والسبب التاني هو إنه تم العثور على بردية تخص رئيس 40 عامل شاركوا في بناء الأهرامات. أقدم بردية في الوجود، عمرها 4600 سنة، بترجع لعصر الملك خوفو. البردية بتقول إيه؟ راجل رئيس عمال اسمه ميرر قال لنا أنا خدت 40 عامل، بدأنا نقطع الحجارة. والبردية دي وضحت إزاي نقلوا الحجارة وإزاي اشتغلوا في منطقة الهرم. وعشان يقطعوا الأحجار بالشكل ده كانوا بيبحروا عمال بناء الهرم من العين السخنة لسينا عشان يجيبوا النحاس، لأنه كان بيستخدم في قطع الأحجار. وهرم خوفو اتبنى في حوالي 23 سنة تقريبا بحوالي 2,600,000 حجر. والحجر اللي استخدم في بناء الهرم من بره هو الحجر الجيري، وده جه من مناطق حوالين الهرم، وكانت أوزانهم مختلفة. وزن الحجر الواحد 3 طن تقريبا. وطريقة نقل الحجارة إنها كانت بتتحط على ألواح خشبية وبيترش قدامها مية عشان الرمل ينشف، وبتتجر بواسطة آلاف العمال.
وصولا إلى مكان الهرم. وبالنسبة للحجارة الداخلية الخاصة بغرفة دفن الملك، معمولة من الجرانيت الأسواني اللي جاي من أسوان. والعجيب في الأمر إن الملك خوفو للهرم الخاص بيه هو أضخم أثر موجود في العالم لحد دلوقتي. المجسم الوحيد الموجود ليه طوله 7 سنتيمترات بس، وهو تمثال معمول من العاج، وموجود دلوقتي في المتحف المصري في التحرير. حارس منطقة الأهرامات، رمز الرعب، سموه العرب أبو الهول. أبو الهول تمثال معمول بوش الملك خفرع، واتعمل بجسم أسد عشان يبين القوة الخاصة بالملك. الملك خفرع ابن الملك خوفو، واللي بنى هرم خاص بيه بجوار هرم خوفو، ولكن أصغر في الحجم من هرم خوفو، وده احتراما لأبوه. اللي ورايا ده هرم خفرع، وهو الهرم الوحيد اللي محافظ على جزء من الكسوة الخارجية في الجزء الأعلى في الهرم، وده اللي بيميزه وسط الأهرامات التلاتة. وبعديه بيجي هرم الملك منقورع، حفيد الملك خوفو وابن الملك خفرع. وسبب وجود الفجوة دي فيه إن في سنة 1196 ميلاديا العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي حاول يهدم الأهرامات، وبدأ بهرم منقورع. ولمدة 8 شهور ما قدروش يعملوا غير الفجوة دي بس قبل ما يتم إلغاء فكرة هدم الأهرامات. تنوع الأماكن في الجيزة عجيب، بس كام كيلو من الأهرامات وفجأة بتبقى في وسط خضرة وعمار كأنك في مكان مختلف. وانطلقنا على حديقة حيوانات الجيزة اللي كلنا لينا ذكريات معاها، وهي أول حديقة حيوانات في أفريقيا وأكبر حديقة حيوانات في مصر. تحسها مدينة جوه مدينة، اتبنت بقرار من الخديوي إسماعيل، وافتتحها الخديوي محمد توفيق باشا سنة 1891. وحديقة الحيوانات فيها كوبري عجيب. الكوبري اللي ورايا ده اللي عامله هو اللي بنى برج ايفل. اسمه الكوبري المعلق أو إيفل مصر. كوبري بناه المهندس الفرنسي ألكسندر غوستاف إيفل اللي بنى برج إيفل في فرنسا. وصلنا أول حديقة حيوان في أفريقيا كلها، وشوفنا فيها حيوانات عجيبة زي الزرافة، اديله بص يا سوسة، والغزلان، عم اداكي واحدة طويلة اهي. وأسد البحر. لمي اطلع فوق، ابعت صوت واديله بوسة وعلي صوت كمان صوت واديله رمش كمان وصوت الاسد. حيوان عجيب. ورولي بينام ازاي، الجنب التاني وصوت عالي. والدب البني والاسود. معجب بلاله بقول لك من نعمه معجب بس كامل الحربايه من مراته الحدايه. ايوه صبح يا ايوه ده عيان ده ولا ايه، خد يد على الرجل. ايوه يا اختي خدي ده انت واقعه. وفرس النهر او زي ما بنقول عليه سيد قشطه. اصبح من العياط. افتحي بوقك يا مدام من فضلك، لا افتحي بوقك جامد. تمام فيري جود. والنعام. يا صفاء هنا لف بنت، خدي منه يا اخي، خدي منه يلا. والبجع. يا جميل. والعبلانج الجنوبي. تعال يا حماسه خد من عمك سيد. هو ده حماسة؟ ايوه خد يا عويس، خد يا واد تعال. وهو نوع من انواع القرود. وكمان فيها بيت للاسود. وحديقة الحيوانات فيها حاجات كتير غريبة وعجيبة. وبعديها رحنا على حي الدقي، وهو واحد من الأحياء المهمة في الجيزة، متميز بأشجاره الكتير. وفيه شارع النيل اللي يعتبر من أجمل الأماكن الموجودة فيه، وعاش وبيعيش فيه الأغنياء والمشاهير. وإحنا جايين الدقي عشان نزور واحد من أهم المتاحف الفنية في مصر. ورايا بالظبط واحد من المتاحف العجيبة في الجيزة.
وهو أكبر متحف فني في مصر، متحف محمد محمود خليل وحرمه، اللي فاز مشروع ترميمه بجائزة أفضل مشروع إنشائي في العالم، وبيضم 876 عمل ما بين لوحات وتماثيل ومزهريات ومنحوتات أثرية. وده في الأساس كان قصر خاص بمحمد محمود خليل وزوجته إيميلي، اللي كانت بتشاركوا نفس هواياته في تجميع الأعمال الفنية، وعاشوا يجمعوا الأعمال الفنية للقصر. وبعد كده تحول القصر المتحف زي ما أوصى محمد محمود خليل. وبعديها انطلقنا على مدينة الشيخ زايد، وهي واحدة من المدن الراقية في الجيزة. والشيخ زايد فيها متحف غريب، وهو متحف الأوهام. وهو متحف ولكن بدون آثار، مكان مختلف. جايين هنا عشان نزور مكان مفيش زيه في مصر كلها، وهو الوحيد من نوعه في مصر. وهو مكان قايم على الخداع البصري وألعاب العقل. والمتحف بياخدك لعالم تاني من صنع خيالك، بيضم 70 لعبة مختلفة. الشكل ده من هنا يبان ان هو مربع، بصوا من الناحية التانية مثلث، وبجوار كل خدعة فيهم شرح علمي مفصل ليها. وفيها غرف زي غرفة مقاومة الجاذبية، غرفة مش عادية، غرفة بعيدة عن أرض الواقع، تحس إن الجاذبية معدومة فيها، وده بسبب طريقة تصميمها العجيبة. وغرفة أميس، وهي غرفة أبعادها بتخدعك. وكمان في الغرفة المقلوبة اللي أبعادها مقلوبة 180 درجة، ووهم كرسي بيوشت، وجدول الاستنساخ اللي بيكون لنا شخص بملامح شخصين. وكمان بصوا لما تبصوا للاشكال دي تفتكروها مش قد بعض، لكن لما نحط دي عليها قد بعض. وحاجات تانية كتير، كله في الصرح ده. وآخر مكان هو المميز في الفيديو ده، لأنه واحد من أعظم الإنجازات المصرية وأكبر متحف أثري في العالم، وهو هدية مصر للعالم في القرن ال21. تعال اوريكم اكبر متحف اثري في العالم. ويعتبر مؤسسة كاملة، مش مجرد متحف عادي. مساحته 500,000 متر مربع، وأغلب الاكتشافات الأثرية المصرية هتعرض في المتحف ده. والأول مرة هنشوف مجموعة توت عنخ آمون معروضة في متحف واحد، وهو المتحف المصري الكبير. وخارج المتحف في مسلة مصرية عملاقة، وهي المسلة المعلقة، وهي الأولى من نوعها في العالم، وموجود تحتها ختم للملك رمسيس. وأسوار المتحف مزينة برسوم هيروغليفية، وبوابة المتحف الرئيسية مبنية على شكل هرمي. وأول ما بتدخل المتحف أول حاجة بتشوفها هو تمثال للملك العظيم رمسيس الثاني، واللي من ضخامته يستحق يكون واجهة أكبر متحف أثري في العالم. الملك رمسيس الثاني ثالث ملوك الأسرة 19 1250 قبل الميلاد، من 3250 سنة. التمثال ده اتلقى سنة 1820 على بعد حوالي 30 كيلومتر من هنا، الموقع الأثري اللي اسمه ممفيس حاليا. والوقفة دي الوقفة الملكية الشهيرة، الرجل الشمال لقدام. طبعا دي قطعة واحدة من الجرانيت، ارتفاعها 11 متر، وزنها 83 طن. ومن الحاجات المبهرة في المتحف إن في فتحة في البناء الداخلي، ودي معمولة عشان تتعامد منها الشمس في وقت معين من السنة على تمثال الملك رمسيس. والمتحف فيه متجر رسمي لشراء التذكارات المصرية، وفيه جزء تجاري موجود فيه مطاعم وكافيهات. والمتحف دلوقتي مفتوح لجولات صغيرة تحت إشراف مرشد سياحي، ومتوقع افتتاحه بشكل كامل في نهاية سنة 2023. صرح عظيم لازم كلنا نفتخر بيه. ودي كانت محافظة الجيزة المصرية، ولسه في محافظات تانية فيها كتير نكتشفه مع بعض. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة.